شاب ليبي اسمه عامر المهدي القذافي كان رايح على المطار في طريقه للسعودية علشان يحج. لما وصل حصلت له مشكلة أمنية بسبب تشابه في اسمه. رجال الأمن قالوا له: استنى يا شوي، هنحاول نحلها. باقي الحجاج خلصوا الإجراءات وركبوا الطيارة والباب اتقفل، وبعد شوية اتحلت مشكلة عامر، لكن الطيار رفض يفتح باب الطيارة وطار. ضابط الأمن حاول يخفف عنه وقال له: ما تزعلش، يمكن مش مكتوبة ومش متقسملك. لكن عامر بكل ثقة رد عليه: النية حج، وإن شاء الله الطيارة مش هتطير. ورفض يمشي من المطار. وفجأة بلاغ يوصل المطار إن الطيارة فيها عطل وراجعة. رجعت الطيارة واتعملت صيانة، وبرضو الطيار رفض يفتح الباب لعامر. الضابط قال له تاني: يا عامر، خلاص مش متقسم له. لكن الرد كان بنفس الثبات: النية حج، والطيارة مش هتطير غير بيع. وفعلا الطيارة تطير للمرة الثانية. لكن بعد شوي يرجع البلاغ التاني: عطل جديد والطيارة راجعة تاني. المرة دي الطيار قال: أنا مش هطير إلا لما عامر يركب. وفي النهاية عامر وصل السعودية وصور فيديو من المطار هناك وقال: لو ربنا كتب لك شيء هيسخر لك الكون كله علشانه. ما تفقدش الثقة وخلي عندك يقين. جميعا نقف على جبل عرفات العام القادم بإذن الله. ثقة ويقين.